حصل بجد. في شقة في شارع هادي في فيصل، تحديدا في الجيزة. ناس كتير بتتكلم عن الشقة دي، بس قليل اللي يعرف الحقيقة. القصة دي مرعبة ومش لضعاف القلوب. عيلة صغيرة نقلوا للشقة دي من أسبوع، وافتكروا إنهم بدأوا حياة جديدة. بس أول ليلة الساعة كانت 3 الصبح، سمعوا صوت كأن حد بيتكلم جوه الحيطة. همسات خفيفة، حد بيقول حاجة ومش مفهوم. الولد الصغير صحي مرعوب وقال لأمه في ست واقفة في الركن بتبصلي. الأم دخلت بسرعة، ملقتش حد، لكن النور في الركن كان بينور ويطفي لوحده، وهي بدأت تحس إن في حد بيراقبها. الأم سألت الجيران عن الشقة، قالوا لها الشقة دي محدش بيكمل فيها، اللي قبلك مشيوا بسبب نفس الأصوات. وعرفت إن في بنت ماتت فيها منتحرة من سنين. العيلة مشيت من غير حتى ما تلم الحاجة، سابوا كل حاجة وخرجوا في نص الليل. من ساعتها الشقة لسه مقفولة، بس الجيران لحد النهاردة بيسمعوا صوت طفل بيعيط كل يوم قبل الفجر. ايه اللي حصل في الشقة دي؟ هل فعلا كانت مسكونة ولا كل ده كان أوهام؟ الحقيقة إن في حاجات ملهاش تفسير. بس الغريب إن دي مش أول ولا آخر قصة رعب حصلت في الجيزة. في بيت تاني واللي حصل فيه مش طبيعي خالص. القصة دي حصلت سنة 2014 في بيت بسيط في الجيزة، ساكنين فيه عيلة مكونة من أب وأم وبنتهم الصغيرة. الموضوع بدأ بحاجة غريبة. كل يوم 24 من الشهر العربي البيت يولع فجأة، نار تخرج من أوضة النوم أو المطبخ من غير ولا سبب. الغريب بقى إن البنت الصغيرة دي كانت بتحس بالحريق قبل ما يحصل. كانت تقول لأمها ماما في حد واقف في الأوضة وشه مش باين، وبعدها بكام دقيقة تشتعل النار فجأة في نفس المكان اللي قالت عليه. كل حاجة في البيت اتحرقت، مفارش، هدوم، ستاير، إلا لعبة واحدة، دبدوب صغير كان كل مرة يطلع سليم واقف في نفس الركن. أهل البيت جابوا شيخ يقرأ قرآن، وبالفعل النار اختفت لمدة أسبوع، بس بعدين رجعت أقوى من الأول. والبنت فضلت تقول هو رجع، بس المرة دي مش لوحده. العيلة دي اضطرت تسيب البيت وسابوا كل حاجة وراهم. لحد النهاردة مفيش حد قدر يعيش فيه أكتر من أسبوع، والنار لسه بتولع يوم 24، بس مفيش حد جوه. قصة شقة فيصل وبيت بيولع في الجيزة، هل ده صدفة ولا تفتكروا في حاجة أكبر من كده؟ لو حصل معاك موقف زي ده اكتبهولي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وانتظروا كل ليلة همسة جديدة مرعبة.